ودلوقتي فقرة سؤال تحت الدش. هتقول لي ايه هو سؤال تحت الدش؟ طبعا. هقول لك الأسئلة الوجودية اللي بتجيلك وانت تحت الدش بتوفر ثينك. تفتكر ايه هو السن اللي الشباب فجأة بيوصلوا فيه بيتحولوا لان هم ناس كبار عواجيز مخنوقين من الدوشة ومتعصبين من العيال الصغيرة، وتحس ان هم خلاص عجزوا؟ الشعرايه اللي ما بين انا بعمل دوشه مش فاهم الناس دي متعصبه ليه، وان انا بقى اللي اتعصب انت على اللي الناس. بقيت متعصب انا اللي بقيت بقى. متعصب. انا بالنسبه لي مش عارف وصلت السن ده ولا لا. انت لسه ما وصلتلوش. حاسس ان الناس كلها ممكن توصل له، ما يوصلوا سن ال30. لا انا حاسه ان انا وصلت له اسرع من كده. بجد؟ الموضوع نسبي. يعني انا مثلا حاسه ان انا من 25 كده وانا بقيت اللي هو ايه، خلاص انا بتعصب من الدوشه. العيال الصغيره اللي بتقعد تلعب بالكوره وتزعق بتعصب. اروح مطعم مثلا والاقي الدنيا دوشه، او فود كورت. يا الله، انت كده جيتي على الجرح. يبقى انت كده وصلت. جيتي على الجرح. انت كده وصلت. عندي سبيشال الفود كورت بالذات ده بيعصبنا لان كله عيال. ما كله عيال الموضوع صغيره، معصب فده جدا. صعب. تخيل انت قاعد في الفود كورت رايح تاكل، الناس عايزه تاكل في هدوء وبتاع، تلاقي عيال بتصوت وناس بتزعق وعيال بتجري وبتحدف حاجات. ايه ده مكان اكل ولا ساحه معركه ده؟ والله انا بحسه ساحه معركه الصراحه. ايوه، لا ده بالذات كده. لكن انا في موضوع السن ده انا بحس بالنسبه لي من اول بحس ال30 عامه البني ادم بيحصل له تغيرات كده جامده قوي وفي وقت قليل. ممكن نتفق ان ال30 ده ممكن يبقى لاغلب الناس. بس في حالات خاصه زي مثلا كده. في 25 حسيتي انا بدايه من 25 بدات احس ان هو ايه، لا جبت اخري. وشغل بقى حياه التنطيط والسهر والكلام ده كلام ناس صغيرين. وان انا اسمع اغاني جديده خلاص ما اسمعش اغاني جديده، بقيت اقول اسمع الاغاني القديمه اللي انا اعرفها، الجديد ماليش فيه. ممكن برضو ده برضو بيحصل. قولوا لنا بقى ايه اسئله تحت الدش اللي بتواجهكم، واحنا ان شاء الله هنختار احسن اسئله وهنتناقش فيها الحلقه الجايه.